السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم بقى في فيديوهاتنا الحلوة. أنا عارفة غايبة عنكم بقالي كتير، بس غصبا عني والله، والحمد لله. كان عندنا مناسبة كده والحمد لله ربنا سهل الحال والدنيا مشيت. انتوا عاملين ايه بقى؟ قلت بقى لما خلصنا كان الحاجات الكتيرة اللي كانت عندنا روحنا بيتنا، فعملت بقى كان نفسي في المحشي. نفسي اكل حبة محشي. يا لا انا، لا انا مدمنة. انا بص جعانة كده ان انا اكل محشي. طلبت معايا محشي، قلت لا هعمل محشي ونظبط الدنيا كده مع بعض كده. قلت اصور فيديو سريع كده واقول لكم وحشتوني وبحبكم، وحطوا لي اللايك والاشتراك والكومنت وفعلوا لنا الجرسات بتاعتكم عشان توصل كل الفيديوهات بتاعتنا. بحبكم بالله، بحبكم في الله، بحبكم في الله. نبدأ بقى كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت أسلق الكرنبة بتاعتي وعملت طبعا الصلصة بتاعت المحشي. عملناها كتير مع بعض. آه بقول لكم المحشي ده محشي الكرنب، أي أنواع عامة المحشي بأنواعه. أنا مدمنة محشي تمام، فبحبه. الفترة اللي عدت دي كلها ما أكلتش فيها محشي، فقلت لا بقى ما بديهاش. تعالوا يا ولاد نعمل حبة محشي كده ونقوم كده بقى ونشوف ورانا ايه. كان عندي برضو شغل، عندي شغل كتير، فقلت اعمل حبة المحشي واولع على المحشي بتاعنا ونشوف ورانا ايه برضو في الشغل اللي عندنا او الحاجات اللي هنعملها مع بعض. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات حطوا لي اللايكات. بدأت بقى ايه اقطع الورق بتاعي. طبعا انتوا عارفين ان انا لازم اطلع في مية، من ناحية ببرد الورقة ومن ناحية بتغسلي الورقة برضو. ومقطعة كده على المصفى عشان المصفى يصفي المية اللي نازلة منه، عشان لو اتبقى مني ورق ولا حاجة برضو اشيله. انا فرست قبل كده برضو ورق كرنب معاكم قبل كده، فان شاء الله يعني ايه الفيديوهات بتاعتنا تعجبكم وعيلتنا تكبر كده بيكم ان شاء الله. وربنا يا رب يا رب يا رب يا رب يديم علينا الفرح كلنا، اللهم امين يا رب العالمين. ويصلح حالنا وحال بناتنا وحال ولادنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، اللهم امين. الفراخ بتاعتي، وطبعا انتوا متعودين على الاصوات الحلوه اللي معايا دي، ماشي، كأن هم قاعدين معايا في الشقه. وطي صوتي، هوطي صوتي. طبعا قطعت الورق زي ما انتوا شفتوا كده، وهبدأ بقى ايه اقطع خضرة المحشي. حزمة بقدونس، على حزمة شبت، على حزمة كزبرة، على عودين نعناع. برضو النعناع بيظبط معاك المحشي وبيطعمه جدا، بيخليه طعمه رهيب ما شاء الله يعني. بيعلي التست بتاع المحشي خالص ما شاء الله يعني. قطعنا خضرتنا كده تقطيعة وسط، ولا هي ناعمة قوي ولا هي خشنة برضو. ولو عايزة برضو تفرزي الخضرة برضو، بس مش كتير يعني، لان كده كده هي موجودة طول السنة. بس ساعات بتزنق فبروح مطلعه ايه كيس من الفريزر لو انا عايزة اعمل حبة محشي وما فيش يعني كده، فبلاقي ايه شايلة شوية خضرة في الفريزر كده يعني. تمام، بينفعوا. مفيش حاجة دلوقتي ما بتنفعش في الغلا اللي احنا فيه ده، كل حاجة بتنفع. تمام. برضو حسيتي عندك بتنجان وهتنزلي السوق والبتنجان هيبوظ منك او كتير عندك ولا حاجة، ممكن تقوريه وتحطيه في الكيس وتحطيه في الفريزر برضو، وتطلعيه وهو متلج كده تحشيه. تمام. بدأت حطيت توابل على الرز الخلطة، نفس التوابل اللي انا حطيتها في الصلصة، اللي هي الكمون والفلفل الاسمر والكزبره الناشفه، وقلبته كله مع بعضه كده. وبدات ايه اقعد قعده خالتكم ام محمد دي واحشي. بحب احشي على ايديا خالص لان بحسها اسرع. تمام. وبرده شفتوا بقى حركه المصريين، مين بيحب المحشي الني؟ انا بحب المحشي الني جدا. بحب كده الف صباع المحشي كده، بالذات الكرنب، واكله كده ما شاء الله يعني. بس مش بحب اعمل كده قدام العيال يعني، اقعد اقول لهم بطنكم هتوجعكم بطنكم هتوجعكم، بس انا بحبه والله، طعم بحس طعمه حلو.
المهم برضو عندي قورت كام بتنجانه كده برضو. بصوا مخليتش نفسي في حاجه بقى، قلت لا هنعمل بقى اللي احنا نفسينا فيه، يلا عشان لما حد حوش يعني دلوقتي. وبعدين برضو مين ما بيحبش المحشي؟ بالتالي كل المصريين بيحبوا المحشي، نادر جدا لما تلاقي ما حد ما بيحبش المحشي. لا، محشي يا ولاد ليه احترامه كده، المحشي سيد السفر والله. وهنعمل جنبها بقى في حتة فرخة من اللي عندنا في الفريزر، تمام؟ لان الفراخ دلوقتي ما شاء الله الكيلو عاد ب95 جنيه، معرفش ده حقيقي ولا ايه، اللي بسمع كده بيقولوا كده يعني. نقتصد يا جماعة نقتصد. انا واحدة من الناس يعني عملت الفرخة دي خليتها كفة 8 انفار، 8 افراد، تمام. طلعنا بقى كده على السطوح، لمينا شوية البصل اللي عندنا عشان نبيعهم، فبدأت ايه ألملم كده حبة البصل، لان خلاص بقى ايه الناس بدأت تزرع البصل الجديد، فقلنا بقى ايه كفاية كده، وبعنا حبة البصل لميتهم كده وايه وبعنيهم، تمام. قعدت انا ويوسف كده بقى ايه نعبي في حبة البصل ونشيل فيه، انا هحط في الجردل هو يشيل من ورايا، ودوما برضو كان بيشيل من ورانا قدومة العسل، تمام. ده حياتنا احنا، حياة الفلاحين حياة جميلة جميلة كده، وعيشتهم حلوة. الايد الشقيانة جميلة، والايد الشقيانة ربنا بيحبها. يعني ربنا يعين كل ست ماشية وشايلة بيتها وبتشتغل عشان تصرف على بيتها. وبرضو في ستات قاعدة في البيوت، اللي قاعدين في البيوت دول مش قاعدين يا جماعة بيلعبوا ولا حاجة، لا، في شغل ليهم، مربيين طيور، بيبيعوا حبة الطيور اللي بيربوهم، شوية بصل زي ما انا قاعدة عليهم كده بلمهم. فربنا يعيننا يا رب. لميت حبة البصل بتوعي، واجا التاجر اخدهم، ودخلنا بقى على شوية المحشي بتوعنا. عملت حبة البتنجان وشوية محشي الكرنب، وكانت ايه حاجة زي العسل كده، تمام. مش عارفة اقول لكم ايه، بس عايزة اقول لكم الحياة لازم نحط ايدينا في ايد بعض، كزوج وزوجة واولاد. لازم برضو الفترة التضخم اللي في الاسعار دي، والاسعار الرهيبة الشكل اللي في السوق دي فظيعة، تمام. فربنا يعيننا ويعين كل الناس يا رب، ويهدينا ولادنا. ف يعني انا بقول لكم انا عملت فرخه اهي ما شاء الله، حط يعني اكلنا 8 افراد اكلت، تمام. انا كان ممكن في العادي فرختين عشان خاطر كل واحد هياخد ربع فرخه ولا كده، لا، لمينا والحمد لله مشينا على قدنا. فانا برضو يعني حاولت ان انا اوصل لكم المعلومه ان في الفتره اللي احنا فيها حاليا دي مش يجرى حاجه لما اللي كان بياكلوا واحد ياكلوا 2، يتقسم على 2. كلنا بنعمل كده، وكلنا لازم نسعى ايه ورا اكل عيشنا، والحمد لله يا رب. انا قاعده في بيتي، انا ست بيت قاعده في البيت، بس قاعده شغاله وش بشتغل في بيتي، وبجيب فلوس برضو، بجيب فلوس ليا، عايزه حاجه بجيبها، اكله نفسي فيها، عيالي نفسهم فيها برضو بجيبها. وبرضو ربنا يخلي لي جوزي يا رب، مش مخلينا عايزين حاجه، بس انا بتكلم عشان ده حالنا، حال كل ست بيت مصريه، وكل ست بيت فلاحه ليها بيتها ليها حياتها، تمام. مش كلمه فلاحه دي ان هي شغاله في الغيط او تحت البهايم او كده، لا، فلاحه لان ايه يعني ان احنا اصلنا فلاحين، تمام. ويا ريت بهايم ويا ريت ارض، واحنا نحلب ونشرب اللبن. ده كيلو السمنه دلوقتي ما شاء الله عدت قد ايه، الزبده الجمسي والزبده البقري وشويه اللبن. فين يا ولاد العيشه دي واحنا نعيشها؟ والله يا ولاد فين شويه، فين العيشه دي واحنا نعيش؟ يعني مين لاقي العيشه الحلوه دي؟ قلبت حبه المحشي كده زي ما انتوا شايفين كده على الصينيه بقى، قلنا نخلي البساط احمدي، وقعدنا بقى ايه اكلنا وحطينا شوربه. شفت حطيت لكم راس الفرخه، مش سبت راس الفرخه كمان، تمام. آه يلا الحمد لله، كان حبه اكل زي العسل، والف هنا على اللي اكل، والف هنا على اللي شاف. وبحبكم في الله، واتمنى منكم تحطوا لي لايك والاشتراك، وتفعلوا لنا القناه بتاعتنا كده توصل يعني، وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس، بس كده.